السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. كبسولة النهاردة مهمة جدا جدا جدا. إحنا في الفترة اللي فاتت عملنا شوية حاجات ليها علاقة بالإجراءات بتاعة الشركة والبوليسي، وشوية حاجات تانية ليها علاقة بالورك فلو وإلى آخره. النهاردة بقى هنتكلم على، أنا عايز أكنترول الكلام ده. أنا بقالي فترة عمال أعمل إجراءات كتير. طيب أنا عايز أبتدي أكنترول الكلام ده. مواصفة الايزو قالت لك لما تكون عايز تكنترول على اجراء لازم تستخدم البند رقم 7.5. بند 7.5 اسمه الدوكيومنتد انفورميشن. يعني ايه؟ يعني المعلومات الموثقة. طيب ده معناه ان انت تكسر الكوت الشهيرة بتاعت كل الناس، ابعتها للكواليتي عشان يرقموها. يعني ايه ابعتها للكواليتي عشان يرقموها؟ يبقى ده معناه ان في ترقيم بيتحط. طب هل هو دور الكواليتي ان هو يرقم؟ لا، دي اقل حاجه، ده اجراء من ضمن اجراءات كتير جدا عند الكواليتي. بس النهارده هنتعلم نرقم ازاي. اولا بخصوص الترقيم، الترقيم هو عباره عن مجموعه من الحروف والارقام، وساعات بيكون فيها كمان الكاركترز اللي هي زي علامه الدولار ساين، علامه الهاشتاج، الحاجات دي بتبقى مسؤوليتها ان هي تقدر تعرفك ايه هو مضمون الحاجه من غير ما تضطر تفتحها. فهي حاجه بتسهل عليك. طب احنا بقى لينا ترقيم؟ لينا ترقيم. ايه هو الرقم القومي؟ الرقم القومي بتاعك 14 رقم. اول رقم يرمز للمكان، بعد كده في 6 ارقام ترمز لتاريخ ميلاد حضرتك، بعد كده في ارقام تانية اللي هو ال7 ارقام التانيين اللي هم بتوع رقمك القومي الفعلي. بس عشان نبتدي نرقم الترقيم ده لازم الاول نعرف انت مين. فعشان كده لما بتيجي تملى استمارة تلاقي الاستمارة يكون فيها اسمك، اسم الوالد، اسم الجد، اسم العائلة، بعد شوية يقول لك العنوان، بعد شوية يقول لك المؤهل أو الوظيفة، بعد شوية يقول لك الحالة الاجتماعية، بعد شوية يقول لك شوية معلومات تانية كتير كده، وبعدين هو بيسجل المعلومات دي على السيستم يطلع لك الرقم ده بقى رقم يونيك. يعني ايه يونيك؟ يعني يصعب تكراره، مفيش زيه. لو قلت رقم 10 مثلا يبقى رقم 10 ده بتاع طارق، ما ينفعش يبقى بتاع حد تاني. طب نيجي لنقطة مهمة. الترقيم في منه نوعين، في منه ستاتيك يعني ثابت، وفي منه دايناميك يعني متحرك. طب ايه الاستاتيك؟ الاستاتيك يعني اجي اقول لحضرتك زي البنك كده، خدمة العملاء رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة، رقم أربعة، رقم خمسة، ستة، سبعة لحد 100. بعدين يروح قالب مكمل 101، 102، 103. ده كده ستاتيك، يعني هو عمال يعد وخلاص. ايه مشكلة الرقم ده؟ ان انت لو الدنيا النهارده تمام ممكن توصل لحد 1000، 2000، 3000، 10000 وهكذا. طيب ده معناه ايه؟ ثابت في مضمونه، ثابت. زي ما تشوفوا فين بالظبط كده؟ زي ما حضرتك بتكون بتعمل تكويد لفورم او بتعمل لشيت، شغال في شيت عندك فبتجر كده بالشيت يقول لك 1 2 3 4 5 سيريال نمبر ورا بعض. مهما اختلفت الكاركتر اللي موجود هو سيريال نمبر. يعني لو حضرتك شغال باسم شركه يليها سيريال نمبر 1 2 3 4. اسم الشركه اتغير بقى خطاب، ما انت مكمل زي ما انت، مفيش اي تغيير. فده معناه ان ده بيخليك شويه مش قادر توصل لترتيبة او لمعلومات اضافيه تقدر توصلك للمحتوى اللي انت بتشتغل عليه بشكل اوقع وابسط. طب ايه هو النوع التاني؟ النوع الدايناميك. ايه بقى النوع الدايناميك؟ لو انا جيت دلوقتي قلت انا عايز اعرف في كام طارق في مصر، يقول لك مثلا في 10 مليون. طب في كام طارق الجوهري في مصر؟ كده بقوا 3 مليون. طب في كام طارق الجوهري عايش في القاهرة؟ كده بقوا مليون بس. طب في كام طارق جوهري عايش في القاهرة متزوج؟ كده بقوا 100,000. طب في لحد ما نوصل لان هو يعرف انت مين. عرف انت مين بالظبط، دي كلها اسمها الميتا داتا. بنقابلها فين؟ جرب كده سجل على ويب سايت ايا كان، موقع تعليمي، فيسبوك، اي حاجه. هتلاقيه بيقول لك اسمك واسم العيله وعنوانك اللي هو ممكن يكون البريد الالكتروني، رقم تليفونك، الخ الخ، وبعدين بتسجل معاه. اول لما تسجل معاه يبقى هو كده عرفك. تاني مره هتيجي تسجل هيقول لك ما انت موجود، لان اليونيك ريفرنس بتاعك بقى محدد. زي بالظبط لما تيجي تروح لسيستم زي الجوازات، اول مره بتسجل كل حاجه وبياخد ايه؟ بصماتك. اشمعنى؟ عشان دي الحاجه اللي مش هتتكرر. فتاني مره مثلا زي السعوديه وانت داخل، خد البصمه، سواء بقى كانت بصمه عين، بصمه ايد، يروح جاي قايل لك ده انت طارق عدي، وهكذا. يبقى كده هو وصل للمرحله دي. طب الدايناميك بقى، الدايناميك ان كل ما حاجه تتعدل بيعيد السيريال من الاول. يعني لو قلت مثلا زي ما قلنا المواليد في القاهره ادي الترتيب بتاعتهم كذا. طب بالنسبه للمشاريع، الاي ار، الانسبكشن ريكويست، طلبات الفحص، المعماري كذا 1 2 3 4، الانشائي
1 2 3 4 وهكذا. الالكتريكال، الميكانيكال. طيب في المستشفيات نفس القصه، اللي داخلين العيادات الخارجيه 1 2 3 4، اللي داخلين الاشعه 1 2 3 4، اللي داخلين مثلا التحاليل 1 2 3 4. فتلاقي كل واحد بيفصص الحاجه موجود، تقدر تشتغل عليه زي ما انت عايز. بس اهم حاجه طول ما مفيش معلومات مش هتعرف توصل لده اصلا. فانت لازم تغذي المعلومات. عشان كده دايما بيقول لك ايه، خلي المعلومات بتاعتك، الميتا داتا اللي تشتغل عليها هي دي اللي بتتحكم في طريقه الشغل بتاعتك. طب نيجي بقى للكواليتي مانجمنت سيستم، الترقيم بتاعه. انا عشان اضمن ان الترقيم مظبوط لازم يكون في شويه حاجات. ايه زي ايه مثلا؟ هو اجراء ولا مانيوال ولا بوليسي ولا فورم؟ فالحاجات دي يبقى في دوكيمنت تايب، نوع الدوكيمنت اللي انا بستخدمه، وفي سيريال نمبر. طب طالع تبع انهي اداره؟ تبع اداره الجوده. اسميها كيو ال تي ولا اسميها كيو اي دي اللي هو كواليتي اشورنس ديبارتمنت، ولا كواليتي مثلا ديبارتمنت بس، ولا كواليتي مانجمنت ديبارتمنت؟ سمي زي ما تسمي، ده ابريفيشن، اختصار. يعني زي ما هتحطه زي ما الناس هتمشي عليه. بس اهم حاجه ما يبقاش في كيو ال تي هنا وكيو اي دي هنا وتلاقي نفس دول بيأدوا نفس الفانكشن بتاعتك. تبقى حاجه ثابته عليك. زي بالظبط كده ايجيبت، اي جي واي. ما ينفعش تكتب ايجيبت فيطلع لك ان هي استراليا مثلا، هي ايجيبت زي ما هي. طيب في نقطه جدا مهمه، اللي انت بتعمله ده علشان تفيد الخطوه اللي بعدك، اللي هي الخطوه اللي كلنا بنطمح ليها، اللي هي ايه؟ الديجيتاليزيشن. مش معنى ان انت عندك سيستم او عايز تعمل سيستم ان ما ينفعش يكون عندك ترقيم او يكون عندك حاجه مثبته. الترقيم هو الكرايتيريا اللي حضرتك هتريح بيها الديفلوبر او الاي تي وتديله المعلومه دي عشان يشتغل لك بيها السيستم. فما تقولش لا ده ديجيتال، انا ديجيتال ما عنديش ورق، انا تمام. طب السيستم وقع النهارده هتعمل ايه؟ طب شغال في مكان ريموتلي بعيد قوي، ولا عندك انترنت ولا عندك ريسورسز، يبقى لازم يكون عندك بلان بي. مش شرط تكون هي الاساسيه، بس بلان بي عشان لا قدر الله لو السيستم وقع او حصل فيه اي ديفكت او فيلير تقدر ان انت تكفر بالجزء المانيوال الخاص بيك. في نقطه ثانيه مهمه، ان الدوكيمنت كنترول مقسوم حتتين. اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده جنرال جدا. في بقى واحد خاص بالكواليتي مانجمنت سيستم، وفي واحد خاص بالدوكيمنت كنترول بتاع الشركه، ده حاجه ثانيه. وده اخواتنا الدوكيمنت كنترولر سواء كان موجود في اي مكان هو اللي يقدر يقول الكلمتين دول. بيكون عنده زي الكورسبوندنسز اللي هي المراسلات او المخاطبات، وبعدين بيكون عنده حاجه اسمها السبميتالز وهنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو جاي لما يجي وقته يعني. وهيكون في حاجه دي اسمها الطلبات اليوميه او الريبورتات او ما يخص بقيه السيستم اللي موجود. فده حاجه وده حاجه وده حاجه، وليهم الترتيب بتاعهم وليهم الطريقه اللي بيمشوا بيها. وان شاء الله يكون علمي وانتفع بيه. ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه على اليوتيوب عشان توصل لك الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.